خدوا منه طفولته اللي كان من حقه يعيشها زي أي طفل، وحوطوه بالقسوة والعنف من كل حتة وفي كل تفصيلة في يومه، وكانوا مستنيين إنه ينكسر ويقع وما يقدرش يقف تاني على رجليه. بس بدل كل ده هو بيكبر وبيبقى أقوى بكتير من الأول، في بلد متقطعة حتت بسبب العنصرية والظلم اللي مالي كل مكان. ولد صغير بيكتشف مع الوقت إن القوة الحقيقية مش بتبقى في السلطة ولا في العنف الجسدي. القوة الحقيقية هي إنك ما تستسلمش أبدا مهما كانت الظروف اللي حواليك صعبة أو مستحيلة. ودي هي القصة الملهمة العظيمة عن قوة الفرد الواحد، رحلة طويلة بتثبت لينا إن شخص واحد بس يقدر يغير حياة ناس كتير أكتر بكتير من ما أي حد ممكن يتخيل في يوم من الأيام. الحكاية بترجع لزمان قوي، وتحديدا في أواخر القرن ال15 لما المسيحيين البروتستانت كانوا بيهربوا من الاضطهاد الديني اللي كان منتشر في كل أنحاء أوروبا، وفي النهاية بيلاقوا ملجأ ومكان آمن ليهم في دولة جنوب أفريقيا. أغلب المستوطنين دول كانت أصولهم بترجع لدول زي هولندا وألمانيا وفرنسا، ومع الوقت الناس بتبدأ تسميهم الأفريكان أو الأفارقة البيض. ولقرون طويلة الإمبراطورية البريطانية بتفضل تستولى على أراضي الأفارقة الأصليين، وكل التوتر والصراع ده في النهاية بيولد نظام الفصل العنصري في سنة 1948. النظام ده بياخد الكراهية العنصرية لمستوى تاني خالص محدش شافه قبل كده. بس قبل كل ده ب 18 سنة بالظبط بيتولد ولد صغير في مزرعة إنجليزية بسيطة، اسمه بيكون بيتر كيف، رغم إن كل الناس بتبقى عارفاه وبتناديه باسم بيكي. ومن البداية خالص الحياة بتلعب مع بيكي لعبة قاسية جدا. أبوه اللي كان راجل قوي البنية جدا بيموت في حادثة مع فيل قبل أسابيع قليلة من ولادة بيكي. أم بيكي بتنهار وتتدمر تماما من الحزن على جوزها، وبتختار إنها تسميه على اسم جوزها اللي فقدته عشان تخلي ذكراه عايشة من خلال الحروف الأولى من اسم الولد. بيكي بيكبر وهو بيتشرب اللغة الإنجليزية من أمه، وبيتعلم الحكمة الأفريقية الأصيلة من الدادة بتاعته. وأقرب صاحب ليه في الدنيا بيكون تانديري اللي هو ابن الدادة. الولدين بيعيشوا مع بعض طفولة رائعة مليانة باللعب والاكتشاف والمغامرات، بس الهدوء ما بيدومش كتير. طاعون اسمه روندربيك بيجتاح المزرعة فجأة وبيقضي على كل المواشي اللي حيلتهم، وهنا أم بيكي بتنهار تماما وما بتقدرش تستحمل. ومن غير جوزها اللي كان بيدير الأمور ويشيل الحمل ما بتقدرش تحافظ على المزرعة وتمسكها، وصحتها بتبدأ تتدهور بسرعة كبيرة جدا. ولما ما بتبقاش قادرة تاخد بالها من بيكي خالص بتضطر إنها تبعته يعيش في مدرسة داخلية، والمدرسة الوحيدة اللي كانت على قد إمكانياتهم المادية بتطلع مدرسة بيديرها ناس من الأفريكان. وفي أول يوم ليه خالص في المدرسة دي بيكي بيكون قاعد في حصة التاريخ وبيسمع المدرس وهو بيشرح كل صراع دموي حصل بين البريطانيين والأفارقة على الأرض. المدرس بيوصف بالتفصيل معسكرات الموت اللي الأفارقة عانوا وتعذبوا فيها، وبيشرح إزاي الحكومة الأفريقانية مكرسة دلوقتي كل مجهودها عشان تسحق البريطانيين والأفارقة السمر. وفي اللحظة دي بالظبط بيكي بيفهم عمق الكراهية اللي موجودة في الأوضة دي. هو بيكون الطفل البريطاني الوحيد اللي قاعد هناك، وكل الطلبة التانيين بيكونوا بيبصوله بحقد بارد بيحرق الأعصاب. كانوا محملينه المسؤولية الشخصية عن كل العذاب اللي أجدادهم عانوا منه زمان. والموضوع بيبقى أسوأ بكتير لما طالب أكبر منه اسمه يابي بيتوب في وشه قدام الكل. الجو كله في المدرسة بيكون مخنوق بالقسوة والظلم. وبعد كام ليلة طالب تاني اسمه بوتا ومجموعة من أصحابه بيحصروا بيكي في الحمام، بيفضلوا يشتموا ويهنوه بأبشع الطرق لدرجة إنهم بيتبولوا عليه، والطلبة التانيين بيكونوا واقفين يتفرجوا ومستمتعين بكل ثانية من إهانته وكسهته. وكل التنمر والضغط ده بيخلي بيكي مضغوط جدا من جواه لدرجة إنه بيبدأ يتبول على سريره كل ليلة من غير ما يحس. وفي ليلة من الليالي بيوصل حارس بخبر مدمر بيقلب حياته. أم بيكي ماتت وبيبعتوه لبيته عشان يحضر الجنازة، وهناك بيتجمع تاني مع الدادة بتاعته وصاحبه تانديري. بيكي بيكون مليان بالإحساس بالذنب وبياكل في نفسه، وما بيقدرش يبطل تفكير إن أمه يمكن كانت هتبقى لسه عايشة لو ما كانش سابها ومشي وهي أصلا عيانة وفي أضعف حالتها. بس ما بيكونش فيه مساحة للانهيار أو البكا. جده بيكون هو عيلته الوحيدة اللي باقية في الدنيا، بس هو بيكون عايش بعيد جدا في الكونغو. وبيكي بيعرف إن مفيش قدامه أي حل غير إنه يرجع المدرسة اللي بيكرهها دي. وقبل ما يمشي بيحكي للدادة كل حاجة قاسية اتعملت فيه هناك، والدادة اللي كانت بتحبه بقوة زي ابنها بالظبط بتجيب معالج روحي اسمه إنكوسي كازي عشان يساعد بيكي يتغلب على خوفه وضعفه. والمعالج ده بياخده في طقس روحي غريب بيطلب من بيكي إنه يقف قدام فيل بيمثل كل حاجة هو خايف منها في حياته. ولما الفيل بيهجم عليه بكل قوة بيكي ما بيهربش،
بينطش زي ما أبوه عمل زمان، هو بيفضل ثابت في مكانه وما بيتحركش. والفيل بيقف فجأة وبيمد خرطومه ليه بلمسة خفيفة كعلامة واضحة على إنه خلاص قهر خوفه للأسد. ولما بيكي بيرجع المدرسة الداخلية تاني بيكون جايب معاه هدية مش متوقعة خالص من المعالج، فرخة بتبقى هي جهاز الإنذار الشخصي بتاعه في المكان ده. كل ما المتنمرين بيتسحبوا ناحية سريره في الضلمة عشان يأذوه، الفرخة بتحس بيهم وبتعمل دوشة كبيرة جدا، وبتدي بيكي تحذير كافي عشان يجهز نفسه للي هيحصل. الموضوع ما بيكونش كبير، بس بيديله حتة سيطرة صغيرة في مكان ما كانش ليه فيه أي سيطرة خالص على حياته. ومع مرور الوقت الحرب العالمية التانية بتدخل لكل حاجة في توتر أكبر وأخطر. الطلبة الأفريقان بيكرهوا البريطانيين جدا وبيبدأوا يعظموا في هتلر ويشوفوه بطل، وهجماتهم على بيكي بتزيد شراسة وبيبقى هو هدفهم الأساسي في كل حاجة بيعملوها. وفي يوم العصر بيتجمعوا عليه وبيسلموه لطالب اسمه برايتن، والطالب ده بيكون قاسي وظالم زي أي طاغية. برايتن بيكون متعصب جدا وبيضرب بيكي بكل قوته على وشه، وبعدين لمجرد إنه يفرض سيطرته ويذله بيقتل فرخة بيكي قدام عينيه. بس بيكي بيكون اتغير من جواه، الخوف اللي كان مليه بيتحرق وبيبقى غضب صافي، وبيضرب واحد من المتنمرين بكل قوة عنده، فالمتنمر بيخبط في عمود علم وبيقع جامد على الأرض. غضب برايتن بيتحول لنية قتل واضحة، وبيؤمر الطلبة التانيين إنهم يشنقوا بيكي فوراً، وبيكون ناوي ينهي حياته بأبشع وأعنف طريقة ممكن تتخيلها. وفي آخر لحظة ممكنة مدرس بيتدخل بسرعة وبيوقف المهزلة دي، وبرايتن بيتفصل في النهاية بسبب تصرفاته الخطيرة والمؤذية دي. وبعد كابوس المدرسة الداخلية بيكي بيتبعت عشان يعيش مع جده اللي بيكون لسه راجع من الكونجو. جده ما بيكونش عنده أي فكرة إزاي يربي طفل أو يتعامل معاه، فبيروح يطلب المساعدة والتوجيه من دكتور اسمه دوك. دوك ده بيكون راجل ألماني عايش في مدينة إنجليزية قريبة اسمها باربرتون، وبيدخل حياة بيكي كمعلم ومرشد ليه، وبيعلمه يعزف على البيانو اللي بيبقى مهرب بيكي الوحيد من كل حاجة تقيلة على قلبه. ودوك كمان بيفتح قلبه لبيكي وبيحكي له عن وجعه الشخصي القديم وإزاي النازيين قتلوا عيلته كلها. بس دوك بيكون أكتر بكتير من مجرد معلم مزيكا، هو بيوري بيكي طريقة تانية خالص يشوف ويقرأ بيها العالم اللي حواليه. بيسافروا كل أنحاء أفريقيا مع بعض، ودوك بيعلمه إن الطبيعة شايلة الإجابات لكل سؤال يستاهل يتسأل. والفترة من الزمن الحياة بتكون هادية ومليانة بالسلام، بس بعدين البريطانيين بيقبضوا على دوك بحجة إنه خبى هويته الألمانية وما قالش عليها. والضابط الأفريقاني اللي بيكون بيدير السجن بيشوف فرصة وبيدي دوك امتيازات معينة، ودي معناها إن بيكي لسه يقدر يجي يزوره ويقعد معاه. والدروس بتستمر وعلاقتهم بتفضل قوية زي ما هي حتى مع وجود حيطان السجن منهم. وفي يوم من الأيام بيكي بيفضفض لدوك عن أحباطه الشديد، وبيشتكي إن مهما راح في أي حتة الناس بتلاقي سبب عشان تستهدفه وتأذيه. دوك بيسمعه باهتمام، وبعدين بيرتب لبيكي إنه يتدرب تحت إيد سجين تاني اسمه جلبت. جلبت بيكون قضى الجزء الأكبر من حياته ورا القضبان، وبياخد دور مدرب الملاكمة بتاع بيكي. وأول درس ليه بيكون مباشر جدا، إنه يبدأ بعقله وبعدين يخلي روحه تمشي وراه. وبعد جلسة التدريب جلبت بيطلب من دوك شوية تبغ كدفع مقابل تدريبه، بس الرقيب بورمان بيسمع الطلب ده وبيضرب جلبت بوحشية شديدة قدام كل الناس. الكرباج بينزل بسرعة وبقوة على جسمه، بس جلبت ما بيتهزش ولا بيرمش خالص، هو بس بيمتص الضربة وبيتحمل الوجع. بيكي بيشوف كل ثانية من اللي بيحصل ده، وبيوعد نفسه في سره إنه هيجيب لجلبت التبغ ده مهما كان الثمن اللي هيدفعه. ولو القصة بدأت تشدك ما تنساش تشترك في القناة عشان تكمل معانا باقي الحكايات. ومع مرور الأسابيع تدريب بيكي بيزقه لأبعد مكان وصله في حياته، وبيبنيه جسديا وعقليا بشكل رهيب. ولما بيوصل لسن المراهقة بيكون أثبت نفسه وحجز مكانه في بطولة السجن، وجلبت بيكون نجح إنه يشكله صح. بيكي بيبقى أقوى وأسرع وأذكى من الأول بكتير، وعلى عكس أغلب الرجالة البيض اللي حواليهم بيكي بيزرع تبغ للسجناء التانيين بنفسه، وبيعاملهم بإنسانية واحترام أساسي بيفتقدوه، وده بيخليه يكسب ولائهم وإعجابهم الشديد ليه. وفي يوم بعد ما جلبت بيقدر يجمع جردل مليان طبغ بيحاول يرجع بيه لزنزانته، بس الحظ بيعنده في اللحظة دي. بورمان بيقفشه متلبس، جلبت بيرمي الجردل بعيد في آخر لحظة ممكنة، بس بورمان ما بيكويش عليه الحوار ده وما بيصدقوش، والمجرد إنه عايز يوجعه ويذله بورمان بيجبر جلبت إنه يلحس التراب من على جزمته. جلبت بيكون متهلن ومكسور جدا، بس بيوعد بيكي إن في يوم من الأيام هيفضح كل جرايم بورمان دي كلها،
هيخليه يدفع تمن الوجع والإهانة اللي سببها له. وبعدها بفترة قصيرة الأخبار بتلف في السجن بسرعة إن الحلفاء وصلوا ألمانيا وإن الحرب أخيرا بتخلص. دوك بيكون طاير من الفرحة ومتأكد إنه أخيرا هيقدر يروح بيته، بس بالنسبة لبيكي الأخبار دي بتجرحه جدا من جواه. فكرة إنه يخسر دوك بتخبطه أقوى من أي حاجة حصلت له وبتفضي روحه من جواه. وبعدها بشوية دوك بيتكلف إنه ينظم حفلة موسيقية لمفوض كبير جاي يزور السجن، وبيكي وجيل بيت بيشوفوا اللحظة دي على حقيقتها فرصة عظيمة عشان يضربوا ضربتهم في الذرة ومن غير ما حد يحس. وبيشتغلوا مع بعض في السر عشان يألفوا أغنية باللغات الإفريقية، أغنية بتتريق على الحراس في وشهم وبتضحك عليهم من غير ما ولا واحد من الحراس يفهم كلمة واحدة من اللي بتتقال. ولما بيجي يوم الحفلة التوتر في الجو بيكون تقيل جدا، ومدير السجن بيوضح لكل سجين إن أي غلطة صغيرة هيكون تمنها العقاب القاسي. بيكي بيقف كأنه مترجم للحدث وبيشجع السجناء إنهم يطلعوا كل اللي في قلبهم في كل نغمة بيغنوها. ولما المزيكا بتعلى السجناء السمر بيغنوا بفرحة كبيرة وهم مركزين عينيهم على الحراس بكل قوة، وده بيعمل جو مقلق ومكهرب في نفس الوقت للحراس. وفي الوقت ده جلبت بيكون بيجري بعد ما بيخلص شغل الغسيل بتاعه لما بورمان بيقف في طريقه وبيسد عليه السكة. الرقيب القاسي بيضربه بوحشية وبيطلب منه يعرف الأغنية دي كانت بتقول إيه بالظبط. جلبت وهو متكسر ومجروح ومش قادر يتنفس بيقول له في النهاية، بيشرح له إن الأغنية كانت بتقول على الحراس إنهم مرعوبين وجبنة وما عندهمش شخصية، وبيفضل يعيد الكلمات دي مرة ورا التانية وكل تكرار بيطلع منه بينزل كأنه فعل تمرد صغير في وش الظلم. بورمان بيتجنن من الغضب وبيفقد أعصابه وبيضربه على وشه بقوة، بس اللي حصل بيكون حصل خلاص والضرر وقع. الحقيقة بقت على المكشوف وبقت واضحة. بيكي بياخد باله إن جيلبيت مش موجود حواليه وبيروح يدور عليه بسرعة، ولما أخيرا بيلاقيه بيكون الوقت فات خلاص. جيلبيت بيكون بيموت. الراجل الضعيف اللي روحه بتطلع بيكون يدوب قادر ينطق الحروف ويشكل الكلمات، بس بيبارك بيكي ويهنيه إنه قدر يجمع القبائل السمر مع بعض لأول مرة من سنين طويلة. صوته بيكون شبه رايح تماما، بس بيقدر يوصيه بآخر حكمة في حياته إنه دايما يبدأ بعقله وبعدين يخلي قلبه يمشي وراه. ودي كانت الجملة المشهورة بتاعت جلبت، وبيكي بيشيلها معاه في قلبه لباقي حياته كلها. وبعدين بنوصل لسنة 1948. بيكي دلوقتي بيبقى شاب كبير بيدرس في مدرسة إنجليزية في جوهانسبرغ، وبيقف قدام زمايله ومدير المدرسة وبيسترجع وبيحكي لهم كل حاجة وكل تجربة خلته الشخص اللي هو عليه دلوقتي. المدير بيسأله بفضول شديد عن اللي حصل لبورمان في النهاية، وبيكي بيسكت للحظة وبيأكد ببساطة شديدة إن العدالة خدت مجراها. بعد شهر واحد بس من موت جيل بيت بيلاقوا بورمان ميت في زنزانته، بس العدالة ما بتكونش هي الحاجة الوحيدة اللي بتزق بيكي لقدام. هو عمره ما بيبطل يتمرن ملاكمة وبيشتغل على نفسه، ودلوقتي بيكون بينافس في بطولات الطلبة القوية، وفي ماتش معين بيكون مميز عن غيره وبيخطف الأنظار. بيكي بيكون على حافة الخسارة لما بيلمح بنت جميلة جدا في الجمهور بتشجعه بحماس، وبعدين المتفرجين السمر اللي ما بيكونش مسموح ليهم يدخلوا الصالة أصلا بيبدأوا يهتفوا ويشجعوا من بره بأعلى صوت. ورغم كل الحواجز العنصرية في المكان ده أصواتهم بتصب قوة غريبة جواه. بيكي بيركز وبيبدأ يضرب بوكس ورا التاني بدقة متناهية، خصمه بيتهز ويفقد توازنه، وبضربة أخيرة بيكي بيحسم الفوز لنفسه. أصحابه بينفجروا من الفرحة والاحتفال، بس بيكي ما بيكونش مركز مع أي حاجة من دي خالص. عينيه بتكون بتدور في وسط الجمهور على البنت اللي أمنت بيه، وبمساعدة موري بيقدر يوصل لها ويعرف طريقها. اسمها بيكون ماريا، ودي بتطلع بنت دانيال اللي هو شخصية قوية ومهمة في الحزب الأفريقاني. هو بيكون عارف ومدرك إن الطريق اللي جاي معاها مش هيكون سهل، بس بيكي ما بيكونش من النوع اللي بيرجع لورا أو بيستسلم. وفي نفس الليلة بيجمع شجاعته وبيتسلق بلكونة ماريا في مدرستها الداخلية. الوقت بيكون قصير، بس هو بيوعدها وعد واضح إن تاني يوم الصبح على طول هيروح لأبوها ويطلب إيدها للجواز. وطريق بيكي بعد كده بياخده لجيم تاني، رجالة من كل الأعراق بيتمرنوا جنب بعض من غير تفرقة. موري بيعرفه بجدعون اللي بيكون صاحب الجيم وبيديره كمدرب ملاكمة. جدعون بياخد باله من موهبة بيكي الطبيعية فورا من أول نظرة، وبيشوف فيه حاجة تستاهل إنه يستثمر وقته ومجهوده، فبياخده تحت جناحه وبيبدأ يشكله عشان يكون منافس حقيقي وقوي. ورغم كل ده بيكي ما بيكونش مستعد يسيب ماريا تروح من إيده، وبيروح لحد بيت دانيال وبيكون أمله إنه يفتح كلام معاه، بس دانيال بيقفل الباب ده وبيقطم الكلام من غير أي تفكير. فكرة إن إنجليزي متحرر يتجوز بنته بتكون حاجة مرفوضة تماما ومستحيلة بالنسبة ليه، بس ماريا بيكون عندها إرادة قوية وخاصة بيها، وبتكسر كلام أبوها وبتروح تدور على بيكي بنفسها في الجيم عكس كل حاجة كانت بتحصل وتتفرض عليها حواليها. وبعدها بفترة قصيرة منظم ماتشات ملاكمة اسمه إلياس بيجي يدور على بيكي. إلياس ده بيكون زميل جيل بيت في الزنزانة
زمان، وكان هو اللي بيشهل حماس الجمهور بصوته القوي في بدايات ماتشات بيكي. ودلوقتي بيجيب بيكي وش الوش مع جدعون دوما، ودوما ده بيكون مقاتل شرس وعنيد، وكان عايز يثبت ان ناسه اقوياء زي اي راجل ابيض. وبيكي بيقبل التحدي من غير تردد، ومع فركته اللي واقفه جنبه بيسافر لألكسندرا، ودي بتكون بلده تعبانه اغلب سكانها من السمر، وهناك بيكون متحدد ميعاد الماتش الكبير. جوه الحلبه بيكي ودوما بيبدلوا ضربات تقيله وعنيفه، وكل واحد فيهم بيحط مهارته وعزيمته في كل جوله بيلعبها. بس في اواخر الماتش دوما بيضرب بيكي ضربه قاضيه بتوقعه على الارض. بيكي بيتخض بس ما بيكونش خلص ولا استسلم، وبيقوم يقف تاني على رجليه وهو بيجهز للجوله اللي بعدها، وبيدور على نقطه ضعف في دفاع دوما. ورغم كل اللي بيعمله في الماتش بيقع تاني للمره التانيه، وهو نايم على الارض ذكرى طقوس المعالج انكوسي كازي بترجع ليه بقوه وتخبط في دماغه. بيفتكر القوه اللي الطقس ده اداهوله زمان، بيفكر في الفيل وبيسمع جمله جيل بيت اللي زرعها جواه. ومع اللحظة دي في حاجة بترجع تشتغل وتترتب في دماغه تاني. ولما بتبدأ الجولة اللي بعدها بيكي بيطلع مجموعة من 8 ضربات متتالية، كل ضربة بتكون أوضح وأقوى من اللي قبلها بكتير، ودوما ما بيلاقيش أي رد عليها وما بيقدرش يصدها. بيكي بيكسب الماتش بس ما بيكونش فيه أي احتفال. المتفرجين السمر من جنوب أفريقيا اللي جم يشجعوا دوما بيقفوا في صمت تام، ولائهم ليه بيكون واضح ومفيش فيه كلام أو شك. وحتى وهو خسران دوما اللي بيكون بينزف بس ما اتكسرش من جواه بيمشي ناحية بيكي وبيمد ايده يسلم عليه بشرف، وبيسميه المقاتل مدى الحياة عشان بيعرف الروح اللي ما بتتكسرش الموجودة جواه. بس اللي بيكي ما بيكونش متوقعه هو اللي بيحصل بعد كده. اخبار انتصاراته في ماتشات السجن بتلف وتوصل لكل حتة في المجتمع الاسمر. جيل بيت بيكون خلى القصة دي عايشة وكبرت، وبتحول بيكي لأسطورة حقيقية، الراجل اللي وحد القبائل ورمز للقوة والأمل والممكن. وبعدها بشوية بيكي بيرجع المدرسة عشان يشوف ماريا، وبيقف لها وبيحكي لها عن الماتش اللي حصل في ألكسندرا وعن فوزه على دوما وعن الفقر طاحن اللي شافه بعينيه في البلدة دي. ماريا بتسمع كل ده باهتمام، وبعدين بتشاركه حاجة بتوقفه مكانه، الدادة السمرة بتاعتها اللي كانت بتحبها جدا بتطلع من ألكسندرا، وهي عمرها ما بتكون فاهمة لحد اللحظة دي قد إيه الظروف هناك كانت يائسة بجد. وقبل ما بيمشوا ماريا بتعزم بيكي على حفلة رقص في مدرستها، وبتوعدها إنها هتكلم أبوها عشان تهدي الأمور وتمهد الطريق. بس اللي بيكي ما بيكونش يعرفه إن دانيال بيكون حاطط ناس بتراقب كل حركة بيعملها في السر. وتاني يوم بيكي بيرجع ألكسندرا عشان يدرب أطفال المنطقة جنب دوما، وهم ماشيين في البلدة بيكي بيتصدم لما بيشوف طابور طويل جدا من الناس واقفين مستنيين يستخدموا الحمام الوحيد اللي متاح ليهم. الحكومة بتكون مجبرة أكتر من 200 شخص إنهم يشاركوا حمام واحد بس، وده بيكون مقياس قاسي وواضح لمدى انعدام المساواة في كل حاجة في البلد. وبيكي كمان بيعرف إن 2% بس من السكان السمر في جنوب أفريقيا عندهم فرصة للتعليم، وده بيكون عالم تاني خالص بعيد عن كل الامتيازات اللي هو بيكون واخدها كأنها حق مكتسب طول عمره. وفي وسط كل الواقع القاسي ده دوما بيظهر بطلب جريء جدا، بيطلب من بيكي إنه يساعده يعمل مدرسة تعلم إنجليزي للمجتمع الأسمر عشان يقدروا يسلحوا نفسهم للصراعات اللي جاية في المستقبل. تقل الطلب ده بينزل على كل حاجة حواليهم. بيكي بيخاف من العواقب وبيرفض الطلب في الأول، بس دوما ما بيسيبش الموضوع يعدي بسهولة. بيفكروا بأسطورة المقاتل مدى الحياة والرمز اللي بيكي بقى بيمثله في عيون ناس كتير جدا، وإنه راجل قادر يوحد القبائل ويغير الواقع. الكلمات دي بتحفر جوه بيكي وبتولع حاجة عميقة جواه، حتى لو بيكون لسه ما قررش هيعمل إيه بالظبط. وبعد ما بيسافر في المناطق البرية جوه جنوب أفريقيا بيكي بيرجع وهو فاهم موقفه بشكل أوضح وأقوى. بيروح بهدوء لمدير المدرسة وبيسأله لو يقدروا يقبلوا طلبة سمر من جنوب أفريقيا في المدرسة، والمدير بيوافق. بيكي بيضطر يرفض عزومة ماريا لحفلة الرقص اللي جاية. ماريا بيبان عليها إنها مجروحة جدا، ومسافة هادية بس واضحة بتبدأ تكبر بينهم هما الاتنين. وفي نفس الليلة ماريا بتكون قاعدة في عشاء عائلي والجو بيكون مشحون، ولما عيلتها بيرفعوا كاساتهم عشان يحتفلوا بنظام الفصل العنصري ماريا ما بتقولش ولا كلمة، ما بتقدرش تجبر نفسها إنها تحتفل بده. وبعدين بتتكلم بصوت عالي بتقول لهم إنها راحت ألكسندرا، وبتجادل بحماس شديد إن السمر في جنوب أفريقيا يستاهلوا إنهم يتعاملوا بكرامة وعدل. الأوضة كلها بتتكهرب وتسكت، وأبوها بيتجنن وبيضربها بالقلم على وشها بعنف. وفي الناحية التانية من المدينة بيكي وموري بيرحبوا بدوما والناس اللي معاه من ألكسندرا في المدرسة الإنجليزية، وده بيكون تصرف مليان التحدي وبيحسسهم بالحماس والخطر في نفس الوقت. وبعدين في واحدة من الحصص ماريا بتظهر من غير توقع وبتعرض إنها تساعد معاهم في التدريس. وحتى مع التوتر اللي لسه متعلق في الجو بينهم بيكي ما بيقدرش يمنع
بيمنع نفسه إنه يتأثر بإنها ظهرت ووقفت جنبه في الظروف دي. وتاني يوم بيكي بيطلب لمكتب المدير والأخبار بتنزل عليه تقيلة. المدرسة بيجيلها أوامر صريحة من العقيد بوتا اللي بيقود برايتون بإنهم يوقفوا تعليم السمر فوراً ومن غير نقاش. بوتا وبرايتون هم نفس الناس اللي خلوا طفولة بيكي كابوس ما بيخلصش، ودلوقتي بقوا شغالين لحساب دانيال أبو ماريا وبيستخدموا التهديد عشان يخلوا حياة بيكي صعبة ومستحيلة. واليوم اللي بعده المدير بينده بيكي وموري في مكتبه بخبر مش متوقع خالص. الاتنين بتجيلهم منحة عشان يدرسوا في أكسفورد. فرصة الدراسة في إنجلترا بتكون عاملة زي باب بيتفتح في أوضة مخنوقة وبتقدم لهم طريق للهروب من الظلم والقمع اللي ما بيقفش ده. بس الأمل ده بيتبلع باللي بيحصل بعد كده على طول. برايتون بيقتحم جيم بيكي وهو مليان بالغضب. هو بيكون محمل بيكي مسؤولية طرده من المدرسة الداخلية من سنين طويلة، والمرارة عمرها ما سابته ولا نسيها. ومع عساكر واقفين حواليه، برايتون ورجالته بيدمروا الجيم حتة حتة وبيضربوا ملاكمين كتير وبيوصلوا رسالة واضحة جدا إنهم ناويين يقفلوا المكان اللي بيجمع الأعراق ده تماما، ودي بتكون رسالة متوصلة بالعنف الصافي والترهيب. بيكي بيكون مخضوض من التهديد ده وبيروح لماريا في السر وبيكون أمله يقنعها تيجي معاه إنجلترا. المنحة بتكون فرصة ليهم هما الاتنين عشان يهربوا من الخناق اللي بيضيق عليهم. وفي الوقت ده جدعون بياخد قراره الشخصي، بيرسم لوحة كبيرة جدا على حيطة الجيم فيها راجل أبيض وراجل أسمر واقفين كتف بكتف، وده بيكون إعلان تحدي مباشر وصريح في وش الكل. برايتون وعساكره ما بيستنوش كتير، بيرجعوا وبيطلعوا كل الناس بره وبيولعوا في الجيم، بيقبضوا على جدعون وبيجروه لبره وهو بيتفرج على النار بتاكل كل حاجة بناها. وهم بياخدوه، جدعون بيلف البيكي وبيندهلوا عليه بصوت مليان إصرار، ودي بتكون آخر وصية ليه إنه ما يبطلش قتال أبدا، مش بس في الحلبة لكن في الحياة وعشان العدالة. وبعد ما كلام جدعون بيولع الحماس جواه، بيكي بيكمل طريقه وبيفضل يعلم السمر في كنيسة قريبة مع موري وماريا اللي واقفين جنبه. هو ما بيكونش ناوي ينسحب ويمشي ويسيبهم، بس فجأة كل حاجة بتنهار في نفس الوقت. رجالة العقيد بوتا بيهجموا على الكنيسة، وفي وسط الفوضى اللي بتحصل ضربة قوية بتكون متوجهة لبيكي بتيجي في ماريا بداله، وقوة الضربة بتقتلها في مكانها فورا. بيكي بيتدمر وبيتكسر من الحزن والوجع. بيحضر جنازة ماريا وهو منهار، وهو واقف على قبرها دانيال اللي بيكون مليان بالغضب والوجع على بنته بيهجم عليه بكوريك، والضربة بتكون خلاص في الهواء لما صوت الناس بيوقف كل حاجة. زحمة كبيرة من السمر من ألكسندرا، الناس اللي بيكي علمهم، بيتجمعوا عشان يقدموا احترامهم لماريا، ووجودهم ووحدتهم بيوقف دانيال مكانه وما بيقدرش يكمل. بالنسبة لبيكي الخسارة بتكون فوق احتماله، والقضية اللي رمى نفسه فيها فجأة بتبقى بعيدة وصعبة وما فيهاش أمل. فقدان ماريا بيدمر روحه وما بيبقاش شايف أي طريق يكمل فيه حياته. بس لما بيكي بيروح ألكسندرا عشان يقول لدوما إنه مسافر أكسفورد وخلاص هيمشي، حاجة بتتغير. بيشوف الأطفال هناك بيتكلموا اللغة اللي هو علمها لهم، والحقيقة بتخبطه بقوة كبيرة. شغله لسه مخلصش، النار اللي كانت قايدة عشان التغيير والتعليم والحرية بتكون لسه والعة جواه. هو ما بيقدرش يمشي ويسيب كل ده. وبعدين المدينة بتنفجر، القوات العسكرية بتجتاح الشوارع وبيبدأوا يضربوا نار على السكان السمر وهم بيدوروا على بيكي. هو بيفضل يحارب ويشق طريقه في وسط الفوضى وبيتفادى العساكر في كل لفة. وفي وسط العنف ده برايتون بيضرب دوما بالنار في رجله، بس دوما ما بيرضاش يقع وبيكابر. والسمر في جنوب أفريقيا اللي اتجمعوا على هدف واحد بيتلموا حوالين بيكي وبيردوا على العساكر بكل قوة عندهم. وبعدين دوما اللي بيستعيد قوته بالإرادة الصافية بيوصل للعقيد بوتا وبيضربه برمح وبيغتنم لحظة انتصار صعبة جدا. وفي الوقت ده برايتون بيكون واقف فوق الياس ورافع سلاحه وبيستعد عشان يعدمه. وهنا بيكي أخيرا بيقف قدام برايتون وش الوش وبيبص في عين الراجل اللي ضلم حياته كلها، وبقوة وإصرار ملهوش حدود بيكي بيوقعه على الأرض بإيديه العارية. بس برايتون ما بيكونش استسلم، وفي حركة أخيرة يائسة بيخطف مسدس من عسكري واقع جنبه، ويدوب صباعه بيروح على الزناد عشان يضرب. دوما بيطلع من العدم وهو ماسك مضرب كريكت، وضربة واحدة قوية منه بتنهي كل حاجة في لحظة. برايتون بيقع وما بيقومش تاني خالص. ولما العنف في ألكسندريا بيبدأ يهدى أخيرا، بيكي ودوما اللي بيكونوا مضروبين بس ما اتكسروش من جواهم بيطلعوا من المجزرة دي عايشين ومكملين، وبيوعدوا بعض وعد رجالة إن مهما كان التمن هيفضلوا يحاربوا ضد الفصل العنصري، وملتزمين إنهم ينهوا الظلم العنصري مرة واحدة وللأبد. ولو عجبك الملخص ده عندي طلب صغير منك، قبل ما تمشي خد ثانية واختار طريقة واحدة تدعم بيها القناة، تشترك، تسيب تعليق أو تعمل لايك. مش لازم تعمل التلاتة، حاجة واحدة بس بتعمل فرق أكبر مما تتخيل.
تتخيل. كل لايك بيخلي ناس أكتر تكتشف القناة، وكل تعليق بيزود التفاعل، وكل اشتراك بيقربنا خطوة لهدفنا. دعمك ده معناه كبير جدا بالنسبة لي، ولو كنت مكانه كنت هتعمل إيه في الموقف ده؟ شكرا إنك اتفرجت، وأشوفك في الملخص اللي جاي. سلام.